ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم، ويا رب يعجبكم قناتي، ويا رب يعجبكم الفيديو بتاع النهارده يا جماعه ماما نزلت دقت كفته الصبح النهارده الجمعه. يلا جمعه مباركه عليكم. صحيت من النوم ويا دوب بتاع ده عملت صليت الجمعه واستنيت ماما. اول ما ماما بقى جت قالت لي خدي صبعي الكفته، لبستني في تصبيحها عشان انا بحب اصبحها يا جماعه. بصوا انا مصبعه كل اللي انتوا شايفينه. عايزه اوريكم بقى واحد. شايفين انا بحب اصبعه كده، ولا كبير ولا صغير، متوسط. يلا بقى خليكم معايا وكل يحط اللايك يا حبايبي، واوريكم خطوه الكفته واوريكم الصلصه بتاعتها، واوريكم هنعمل جنبيها رز، واوريكم كل حاجه. الكفته دي احنا دقيناها ايه بقى؟ زي ما انتوا عارفين بيبقى الربع لحمه عليه كوبايه رز ونص، وحزمه بقدونس، وحزمه كزبره، وحزمه شبت، والتوابل، وحبه شعريه صغيرين كده. تبقى ايه؟ نص كيلو. ترمي معاكي الربع اللحمه بيرمي معاكي نص كيلو، لكن النص كيلو اللحمه بتعملي اضعاف اللي انا قلته ده. يعني فاهمين؟ حطوا اللايك وخليكم معايا يا حبايبي، وانا هعمل اهو قدامكم. بس انتوا اهم حاجه حطوا اللايك، يعني ما تبخلوش عليا باللايك. الناس كلها بخلة عليا باللايك، مش عارفه ليه. واللي مش مشترك في قناتي ينزل بسرعه يشترك ويخلي الزرار الاحمر رصاصي. مش هطول عليكم بقى، خليكم معايا وحطوا اللايكات، واول ما اخلص هرجع اوريكم الكميه بعد ما اعملها كلها. خليكم معايا. انا رجعت لكم تاني. بصوا انا عملت كل الكميه، هي كده يعتبر احنا عاملين نص كيلو، بس يعتبر كيلو يعني عشان الكفته بترمي. فايه بصوا بقى، هي دي بس اللي فاضله. قلنا نعملها. بصوا خليكم بقى معايا وانا بعملها. اهم حاجه حطوا اللايك، اهم حاجه عشان انتوا ناسيني خالص في اللايكات. حطوا اللايك كده يا جماعه، وكل اللي عندي ينزل يصلي على النبي، قولوا عليه الصلاه والسلام. شايفين؟ الجمال والحلاوه. عايزه اقول لكم ان انا هوريكم دلوقتي وماما بتحمرها. بس احنا بنحمرها بقى في زيت كتير، بتبقى جميله. وانتي بقى ان هي تفك والكلام الفاضي ده، عشان امي بتدق عند واحد بقالها 12 سنه بتدق عنده اصلا. شايفين؟ اخلص بقى دي. بصوا هي دي يعتبر اخلصها، وايه وبعد ما اخلصها هوريكم بقى واحنا بنحمرها واحنا بنعمل الرز. خليكم معايا، ولو عجبكم الفيديو حطوا اللايك، انزلوا صلوا على النبي. يلا بينا. اول طاسه هتتحمر اهي، خليكم بقى معايا لما تتحمر هوريكم. بس اهم حاجه انتوا عارفين طبعا، صلوا على النبي وحطوا اللايك. ادي الطاسه التانية اهي، التالتة، الطاسه التالتة، ولسه ما شاء الله يعني. بصوا عشان اوريكم الطاسه التانية لما ترجع. شايفين؟ بصوا مسافه ما بتعمل كده بنشقلبها على طول. شايفين؟ انا بخاف لحسن تفك وانا بقلبها، عشان هي بتبقى لسه طريه. بصوا وهكذا بقى. بصوا لحد ما كلها تتحمر، وهقلبها لكم واوريكم بقى. خليكم معايا. بصوا بقى دي اخر كده طاسه. بصوا الثانيه ماما اوريها.
حمرت لك الكفته لما انت كنت تفطري ولا لا؟ تسلم ايديك يا شفتي عشان تعرفي. شايفين؟ بصوا بقى اوريكم لما بصوا خلصت بقى خالص. شايفين؟ كده بقى بصوا نحط الكفته اهي. شايفين؟ انا بحبها قوي محمره من قبل ما تتحط في الصلصه، بس لما تتحط في الصلصه بتبقى طريه شويه. ايوه عشان بتغلي بقى. كده بتبقى ناشفه. ايه رايك في التصبيع؟ جميل. اول بقى ما تطلع اوريكم ايه. لما تطلع كده اول طاسه، خليكم معايا. بصوا بقى الجمدان. شايفين مصلبه وايه؟ عايزه اقول لكم طعمها بقى يا سلام. وبصوا خضرا ازاي، حاجه. بصوا جمدان. طبعا مش عايزه اطول عليكم، تعالوا بقى اوريكم وهي بتعمل الصلصه وهي بتعمل الرز. حطوا اللايك وصلوا على النبي كده. ادي الصلصه ماما لسه عاملاها، لقيتها الصراحه عصراها ومصفياها، وهنعملها دلوقتي مع بعض وهنعمل الرز. حطوا اللايك ويلا نشوف هنعمل ايه. لكن هي بتتعمل بسمنه زي الطبيعي. اول مره يا جماعه اتفرج على الصلصه وهي بتتعمل، عشان ان شاء الله اعملها، عشان انا بعشق الكفته دي. يعني انا كنت بستنى اجي عند ماما عشان اخليها تعملها لي. انا عمال اكلها اصلا. بصوا وتوم، يعني سمنه وتوم. بيتحمر ولا يدبل بس؟ لا بيبقى فاتح كده، وفي حته بقى ايه لحمه كده دهن كده بنحطها معاه. لحمه دهنه يعني بتعمل طعم يعني؟ بتعمل زي طعم كده في الطبيخ. ماشي. تقريشة البتاع جدا. أمينة نفسها في الكفتة. انا بحبها. هتحط بقى دلوقتي الصلصه ولا امتى؟ هتحمر دقيقة واحدة. طب خليكم معايا، اول ما تحطوا الصلصه هرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمرت اهيت يا جماعه، وتبقى مش حمرا بقى يعني حمرا محروقه، لا حمرا اهي. وبعد كده بنروح حاطين بسم الله الرحمن الرحيم. بتحيقي دلوقتي يا امي؟ ونتفرج على التحييق. نروح حاطين بقى فلفل اسود، حبة كمون وملح ولا ماجي، وحبة ملح وحبة ملح. بس كده؟ بس كده. كده يا جماعه صلصه الكفته انا اتعلمتها، وانتوا كمان يعني اللي ما يعرفش يعملها او اتعلمها. واوريكم بقى لما الجمدان ده كله يستوي، والرز طبعا انتوا عارفين بيتعمل ازاي، مش هصوره لكم، وارجع لكم بقى لما ده كله يستوي. يا حبايبي بصوا شايفين الرز ماما عملته. طبعا انا ما وريتكوش الطريقه بس عشان الدخان،
موريكوش الطريقة عشان خاطر كله عارف الرز المصري بيتعمل ازاي، الرز بالشعرية. تعالوا بقى اوريكم صلصة الكفتة اللي استوت. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين هي الصلصة استوت واتسبكت نص تسبيكة، احنا بنحبها كده. بس الكفتة لسه ما حطيناهاش فيها عشان احنا هنحطها قبل ما نتغدى ب10 دقايق كده، يعني نغليها ونقوم ساقطين الكفتة على طول. شايفين زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. فيا حبايبي انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان ايه بقى ما يطولش عليكم. اذا كان عجبكم ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.